أثّرت فيّا جدًا وأثّرت عليّا جدًا، حسّيت إن أنا بييجي عليّا وقت كده اللي هو أنا بجد تعبانة خلاص مش قادرة، بس مش اللي هو باستنى نَفْسي بقى عشان أتفرّج على نَفْسي وكده لأ خالص، أنا باحب الناس تتفرّج. وريناكم الحاجات الred flags كلّها، يا ريت تاخدوا بالكم بعد كده بقى وتهربوا على طول. اصعب مشهد صورتيه في الحكايه كلها؟ بصراحة كلّهم صعبين أوي، أنا ما فيش مشهد عدّى عليّا كان سهل، ولا مشهد، حتى يعني أنا مش فاكرة إن أنا كان في مشاهد كتيرة باضحك فيها أو كده خالص، أنا مش فاكرة يعني مش فاكرة شكلي وأنا بابتسم كان عامل إزاي بجد حرفيًا، فكل المشاهد كانت صعبة، كل الحاجات كانت نفسيًا عليّا كليلى صعبة جدًا، جدًا، أثّرت فيّا جدًا وأثّرت عليّا جدًا، حسّيت إن أنا بييجي عليّا وقت كده اللي هو أنا بجد تعبانة خلاص مش قادرة. مشهد حاسه ان انت مستنيه تشوفيه؟ انا ما يعني برضو ما بحبش اقعد اتفرج على نفسي قوي، مش من الناس اللي هو انا نفسي بقى اشوف نفسي وانا في المشهد ده يعني عارفه، لا بتكسف شويه او بحس اللي هو اتفرجوا انتوا قولوا لي انا حلوه ولا لا، وبتفرج كده كده على نفسي، ما عنديش حته اللي هو انا ما بتفرجش على نفسي، بتفرج بس مش اللي هو بستنى نفسي بقى عشان اتفرج على نفسي وكده لا خالص، انا بحب الناس تتفرج يعني. لو هند صاحبتك في الحقيقه بنفس كل التفاصيل دي هتنصحيها بايه؟ هند صاحبتي في الحقيقه فعلا هنصحها بايه؟ هي ما شاء الله عليها دلوقتي مش محتاجه نصيحه خالص، هي ما شاء الله عليها يعني. انا بالنسبه لي هي، انا فخوره بيها جدا يعني انها حد يكون مر بكل الاحاسيس دي والحاجات دي كلها، بجد هي بطله، لان انا بمثل الدور، انا مش قادره احس كده، كان صعب قوي عليا ان انا احس كده، والدور بجد تعبني نفسيا بجد فعلا، هي بطله انها حست بكده واستحملت وعدت وكملت ونجحت وبتشتغل وبتشوف حياتها دلوقتي، فهي جامده بصراحه، يا ريت طب كل البنات تبقى زي هند. طب لو حد تاني مكان هند تنصحيه بايه؟ يهرب طبعا، يعني يا جماعة احنا عملنا المسلسل ووريناكم الحاجات الريد فلاجز كلها، يا ريت تاخدوا بالكم بعد كده بقى وتهربوا على طول.